السلام عليكم البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم كما العاده في هذا الدريس. هذا درس بسيط في الصراحه للمبتدئات جدا اللي يلا بادين باغي نتعلموا هكايا دريس. هذا الدرس هذا راه بسيط سهل. المهم نبداو على بركه الله. دابا انا خدمت هذه نعتبروا بحال يلا غادي نبداو. نديروا الغرزه الاولى والغرزه الثانيه ونرجعوا فيها بحال هكا جوج ديال الحبكات، وغادي ندير غريزه هكايا عاديه وغادي نخدمها بهذه الطريقه ونعاود نضرب في الثوب، نرجع في هذه الغرزه جوج ديال الحبيكات ونعاود نضرب في هذه السنينه اللي خليتها هكايا اولا حبيكه، ندير فيها جوج حبكات ونعاود ثاني نضرب، ندير غريزه عاديه ونرد الخيط هكا، نكون هاد الحبيكه اللي غادي نخدم فيها عاوتاني من بعد. نرجع الغرزه الاولى ندير فيها غريزه ونضرب في الثوب. سمحوا لي الخيط شويه بحال مخبل، المهم نضرب في الثوب هكا وغادي نرجع فيه من جديد جوج ديال الحبيكات وغادي نعاود ثاني جوج ديال الحبيكات في الغرزه الثانيه وغادي نعاود جوج ديال الحبيكات في الغرزه الثالثه صافي. وغادي نعاود نرجع هاد العين هذه هكا وندير حبيكه الفوق. دائما هنا الفوق كنخلو هاد الحبيكه هكا، ومنين نكون راجعه كندير غير غرزات عاديين ما كنحبكش. هانتوما كما كتشوفوا هنا غادي نجي لهاد البلاصه هنايا بحال اللي غادي نفوت حساب غرزه والغرزه الثانيه نضرب فيها ونعاود نرجع لهنا لهاد الغريزه الاخرى اللي درتها هي ونضرب فيها بهذه الطريقه ونبدا نحبك رد الخيط اليسار هكايا ديالي، جيت ليدي اليسريه ونبدا نحبك بهذه الطريقه هكا. هي كدار الحبكه شد صبعي هكا سبابه هكايا هكا ونضرب ونجر الخيط ونبقى شاده في هذا الصباع هذا باش نتحكم فيه، نكون 4 ديال الحبيكات ولا 5 اللي هزت لكم 4 ولا 5 ماشي مشكل صافي. وغادي نضرب في نفس البلاصه ونعاود نكمل ندير عاوتاني جوج ديال الحبيكات، نبدا بحال كما بديت معكم اول مره تاني ونعاود تاني نخدم فيها بهذه الطريقه وندير الغرزه الثانيه. غادي نعاود معكم هذه غير باش تزيد توضح لكم. البنات ما تنسونيش من لايك الفيديو شي تعليق زوين واشتراك في القناه اللي باقي ما مشتركش، واللي باقيين معايا حتى دابا كنشكركم بزاف. المهم كنتمنى البنات تستافدوا من هذا الدرس، خصوصا البنات اللي يلاه بادين الراندا. هذا الدريس هذا راه كيجي زوين وانيق وساهل لكم بزاف، يعني هو بسيط وسهل. وحتى بالنسبه للبنات اللي ديجا كيخدموا راه هاد الدريس هذا كيدار في شي خديمه خفيفه كيجي بصراحه زوين بزاف وانيق. وراه مازال غنخدموا باللون الابيض، غادي ندير الفوق واحد الحبيكات بيضين راه غنخدمهم معكم حتى همايا صافي. البنات انا قاد هاد الحرير شويه، المهم غنعاود نرجع على نفس الطريقه جوج ديال الحبكات وانا طالعه جوج ديال الحبكات وانا هابطه كنخدم غرزه عاديه هنا جوج ديال الحبكات صافي. وغادي نخدم هكا كما كتشوفوا وغادي نخدم الغرزه الثانيه. ملي كنكون هابطه كنخدم الاولى والثانيه والثالثه كنفوت وحده ونضرب هنا. ملي كنكمل 3 ديال الغرزات في الثوب، ها نتوما شفتوا 3 ديال الغرزات في الثوب هنايا صافي. غنرجع نحبك معكم البنات غير هادي باش ما نطولش عليكم، وغادي ندوز معكم للزواق الفوقاني ندير معكم الحبكه حتى هي باش تشوفوهم ما يجيش الفيديو طويل وفي نفس الوقت تستافدوا البنات. هنا غادي نكمل معكم هاد 4 ديال الحبكات حتى ال5 قلت لكم 4 ولا 5 ماشي مشكله، ما تفوتوش فيهم 5 باش ما يجوش كبارين بزاف صافي. نكمل بنفس هاد الطريقه البنات حتى نكمل هاد الريس كامل عاد غادي نرجع معكم صافي. هنا البنات دابا هنايا رجعت معكم من بعد ما كملت، هانتوما كما كتشوفوا هنا
عندي هاد الحرير مبروم على جوج ديال الشعرات، الشعره الاولى وهاد الثانيه. صافي هنايا هاد الحرير في الابيض غادي نخدم هاد الحبكه، غندير في الغرزه الاولى واحد الغريزه هكا وغادي نرجع فيها وندير جوج ديال الحبيكات من جديد، وغادي نخدم هذا الضريس ديال واحد. هذا الضريس هذا اللي سميتو الضريس ديال واحد غادي نخدمو على هاد كل هادو ثلاثه ديال الحبكات، ثلاثه ديال الغرزات اللي هنايا. هاد الضرس ديال ثلاثه غادي ندير فيه ثلاثه ديال الضريس ديال ثلاثه ديال واحد عفوا. صافي نبقى خدامه بحال هكا باش تفهموا الطريقه هكا باش كيتخدم هاد الضريس، راه ساهل بزاف. صافي يا البنات كما كتشوفوا هنايا ها انا خدمت وغادي نجي نقلب هاد الثوب هكا وندير ندخل ما بين الثوب اللي كففتو والثوب اللي على برا وندخل الابره ونخرجها بهذه الطريقه هذه حدا الهرم الاخر اللي غنخدم. ردوا البال ما تخرجش الابره ولا الخيط في الثوب من على برا من هنا، خاصو ما يبانش. صافي وغادي ندير غرزه ديالي عاديه هنا عاوتاني حدا الهرم الثاني اللي غنخدم، غريزه هكا عاديه، وغادي ندير الغرزه الثانيه وغادي نرجع فيها باش ندير الحبكه ديالي، وغادي نعاود نفس العمليه اللي درت في الهرم الاول نديرو في الهرم الثاني. راه البنات بسيط. هاد الضريس هذا انا درته في هكايا، درته في واحد القنيدره هكايا خفيفه، وهذا قلت نشاركه مع البنات سواء المبتدئات ولا اللي باغيين يخدموا شي ضريس هكا خفيف كيجي بصراحه زوين، خصوصا الا كانوا جوج ديال اللوينات. صافي وغادي نعاود نفس العمليه، نعاود نقلب الضريس نخرج الابره ما بين الثوب والثوب ونخرجها في الهرم الاخر ونخدم، وبهذه الطريقه كتتم العمليه حتى كنساليو الخدمه ديالنا كامله. صافي البنات كنبقى غادي من نفس هذه العمليه. كنتمنى البنات هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من الاشتراك واللايك كما قلت لكم. صافي البنات نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الدريس، والى الدرس القادم ان شاء الله. ما تنسونيش البنات من التشجيع، الله يجزيكم بالخير، والاشتراك واللايك القناه وشي تعليق زوين، والى الدرس القادم ان شاء الله.